لو الفول عندك تم الانبات الحمد لله بعد 10 ايام 15 يوم، ممكن نجيب لك ثلاث حاجات وهيجاب له. ده وارد بنسبه 60 70% 80%. ما رشتش حشائش، طلع عندك حشائش بالصوره اللي قدامك دي، ما ترشش الا حشائش الرفيع، ولازم ترش حشائش لازم يكون عندك نسبه رطوبه في التربه. تمام، يعني لو الارض جافه جامده لازم تجريه ميه خفيفه كده علشان ترش مبيد الحشائش بتاعك. تمام. هنرش ايه؟ هترش حاجه كالسيوم يا سيلكت سوبر لتركيز 12 ونص او فارينا تركيز 24%. تمام. تمام، ده بالنسبه للحشائش. هيجيب لك ايه برضو؟ ممكن يجيب لك اعفان جذور. بعد مثلا انت مثلا نسبه الانبات عندك كانت مثلا 60 70% وفي حبات غايبه، فانت بتجري ميه عشان تجريه غسيل تسييح. تمام. بعد الزراعه مثلا باسبوع 10 ايام فلازم تدي حاجه عفان مع الري، تحقن حاجه عفان مع الري، سلفات مصايل، فوسفيد الومنيوم، اكسيد نحاس، هيميكسازول. تمام، اللي هو يونيفورم المواد اللي كلها تشتغل معاك على العفان الجذور. او مثلا لو انت هترش هتحقن تحت الجذر برضه سلفات مصايل وفوسفيد الومنيوم وهيميكسازول، ده رش حجم تحت الجذر. والافضل لما تستخدم مبيدات الاعفان تحط مع الري. تمام، ده الافضل. هيجيب لك برضو سبب الحشرات. تمام، بسبب الحشرات صناعات الانفاق والذبابه والمن والحلم الدودي، فنشتغل عليها حشري، وده عامل لها برنامج كامل هيبقى موجود على الصفحه، لازم تخش وتشوفه، برنامج حلو قوي، اتمنى ان انتم تشوفوه. تمام. ده لو انت عندك عديت مرحله الانبات وعندك الفول بقى وصل للمرحله دي، فان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسناش من دعوه حلوه ومشاركه الفيديو ومتابعه لو انت مش متابعنا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. سلام عليكم.